بعد نجاح الانطلاقة الفعلية للرابطة الجهوية بقسنطينة للموسم الرياضي 2025-2026، وكذلك الانطلاقة الفعلية للمنافسة المختلطة بين الرابطات سواء الولاية أو الجهوية، وفرق الرابطة الأولى موبيليس والقسم الثاني أمس الجمهورية. اليوم يعني قناة الانتصار هذه يعني كانت قناة نعرفوها نشطة في الميدان خاصة في الأقسام السفلى، واليوم حنا راح نعطيوك حوصلة حول البطولة الجهوية لموسم الرياضي 25/26. قبل البطولة يعني بدينا بالكأس الجمهورية التمهيدية، يعني درنا 2 أدوار، والدور الثالث اليوم الاثنين أكتوبر تكون سحب القرعة باش يدخلوا فيها الفرق ما بين الجهات ويلعبوا يوم 10. يعني كنجيو في الأحسن عام يعني جرات الدورة يعني روح رياضية كاملة شاركوا فيها كل الرابطات الولاية تقريبا، واليوم عندنا 7 فرق اللي يتأهلوا للدور التمهيدي الثالث. بالنسبة للبطولة الجهوية راهي انطلقت حسب التعليمات تاع الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم يوم 26 و27 بكل الأصناف، حتى الأصناف تاع يعني الفرق تاع النخبة مشاو في كلها يوم 26 27. حنا اليوم رانا نحضروا في الجولة الثانية نتاع الفرق تاع الرابطات الجهوية ألف وباء والجهوي الأول. حنا يعني راهي تحضرت في يعني التحضيرات كانت جد جيدة، كانوا الفرق وين نشكروهم اللي بذلوا أكثر من جهد كبير باش انطلقت هاد البطولة، بغض النظر على المشاكل المالية اللي تعاني منها الفرق، ويعني ونقص بعض الملاعب اللي هذا وين اضطرنا يعني درنا برمجة يعني تدقيق، والحمد لله راهي جرت في ظروف جيدة، وحنا مستمرين إن شاء الله لإنجاح هاد الموسم الرياضي 25/26. ونتمنى لكل الفرق تسود الروح الرياضية في المقابلات، والرابطة ديما راهي مفتوحة لكل الفرق الانشغالات تاعهم، وكل ما يحتاجونا رانا في جنبهم، ما عندنا حتى مشكل. الرابطة راهي تعطي أهمية كبيرة للشبان إي 20 و إي 18 و إي 16 والفئات الثانية الصغرى. واش تعطينا من هضرة؟ هو شوف بالنسبة للشبان وين صراحة تصادف يعني الانطلاق رابطة الولاية ينطلقوا يوم 3 سبتمبر كان موعد اللي خداتو الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم. هنا راح يكون يعني عائق كبير في هذيك، ولكن باتصالات نتاعنا مع مختلف الملاعب